عربية الرئاسة واللي فيها الرئيس أول ما بتقرب على البلاعة اللي فيها قنبلة، شخص من بعيد مفروض يدوس على ريموت التفجير وفجأة القنبلة ما بتنفجرش، القنبلة ما وصلهاش أصلًا إشارة التفجير، وده علشان العربية ديّة واللي بنشوفها دايمًا في أي موكب. لكن إيه حكاية العربية اللي شكلها غريب ديّة واللي بنشوفها في أي موكب؟ سيارة التشويش واللي بتعتبر أهم عربية في الموكب، واللي موجود فوقيها الهوائيات ديّة واللي بترسل إشارات لاسلكية مهمتها إن هي تغرق أي إشارة تانية، وده بيحصل عن طريق إنها بترسل إشارات قوية جدًا بحيث أي إشارات تانية ما تعديش أساسًا، وبكده بيقدر الموكب إنه يعدي من غير ما يحصل أي تفجيرات. لكن هيكون في برضه خطر الاستهداف المباشر، وعلشان كده بيكون في أكتر من عربية وما حدش بيكون عارف أنهي عربية فيهم اللي بيكون فيها الرئيس. فوق ده كله بيكون في طبعا مجموعه ضخمه من اهم وامر القوات اللي بتكون مستعده لاي تعامل، غير عمليات التامين المسبقه للشوارع واسطح البنايات والعمليات الاستخباراتيه اللي بتسبق اي موقف. ليه كل اعلانات الساعات بيكون فيها العقارب على الساعه 10 و10؟ ايه السر في كده؟ زمان وانا صغير كنت بسمع حاجات كتير، ومنها ان الغرب بيحتفل بالوقت اللي سقطت فيه الخلافه العثمانيه، او ان ده الوقت اللي اتقتل فيه الرئيس الامريكي كينيدي. لكن ايه السبب في اختيار الوقت ده بالذات؟ في 4 اسباب للموضوع دوت. السبب الاول العلامه التجاريه او اسم الشركه واللي بيكونوا موجودين تحت الساعه 12، بالتالي وضع العقارب بالشكل دوت هيسمح للاسم انه يظهر وما يكونش مختفي تحت العقارب. السبب الثاني ان هي بتشبه حاجات كتير جدا زي الابتسامه او علامه صح او شخص بيرفع ايديه الاتنين ومقبل على الحياه. السبب الثالث وهو انك تقدر تفحص كل عقرب منهم بسهوله. واخيرا الشكل دوت واللي بيأثر على عاطفة المشتري، واللي بتعتبر حاجة مهمة جدا في عملية الشراء. ومن بعدها الناس يتعودوا على الشكل دوت علشان بعد كده كل اعلانات الساعات تبقى على 10 و10.